الراجل ده من التماثيل كان طالع موضة عند المصريين القدماء. ايه الهدف منه؟ ان كان المصري القديم بيبقى فخور قوي بالنساء في عيلته، كان بيحب يظهرهم، كانش بيحب يخفيهم، لان هم كانوا مجال للفخر. ستات يعتمد عليها، ضحك عليها، لا لا، الست المصرية طول عمرها جامدة وما يتخافش عليها ابدا ابدا. وده هنشوف في تماثيلهم. هنلاقي ان الرجل المصري كان بيتصور دايما التمثال ده نسخة رجالية ونسخة نسائية. اتكلم عن النسخة النسائية اللي هو الراجل يقف زي ما انتم شايفين جنبيه بنته، ولازم بنته تبقى جنب رجله، يعني ما يسيبهاش، ولازم تكون مامته في ناحية ومراته في ناحية، هو يبقى واقف في النص. يبقى هو كده خد كل نساء العيلة وتصور بيهم، فخور بيهم. شايفين التمثال ده الواحد اسمه اخ حتب، جميل قوي. شايف فخور بامه وفخور بمراته وفخور ببنته. ما فيش حاجة اسمها ان هو يجي على مراته عشان خاطر امه او يجي على امه عشان خاطر مراته، لا، بيدي لكل حد فيها طبعا. وده سبب ان الرجل المصري فعلا راجل فريد من نوعه. طبعا انا مش بتكلم بقى على الافكار اللي دخلت علينا، لا لا، انا بتكلم عن المصري القديم يا جماعه بصراحه. عيش. في كمان حاجه عايزاكم تلاحظوها، الزعروره. الزعروره بتاع بنته عامله زعرورتين، عامله ضفرتين، عامله اللي هو ديلين حصان. التسريحه لغايه وقتنا هذا لازم تلاقي الاطفال الصغيرين عندنا بيسرحوها، لا اما ضفرتين، لا اما زعرورتين، لا اما قطتين. شايفين القصه دي عندنا من امتى؟ حاجه في منتهى الجمال.